بالبرطمان البلاستيك ده هنعمل احلى منظم ان شاء الله. اول حاجة كان عندي الحبل الخيش ده، هبدأ اثبته على البرطمان كده من تحت، طبعا بمسدس الشمع زي ما احنا شايفين كده. اول صف طبعا بستخدم مسدس شمع كل شوية علشان يبقى الخيط ثابت معايا. هبدأ اكمل كده لحد ما اغطي البرطمان بالخيش. الفكرة ان شاء الله النهاردة هتكون سهلة وبسيطة زي كل فيديو ما بوعدكم، واي حد ان شاء الله يقدر يعملها. ولو عجبتكم الفكرة ولسه ما اشتركناش في القناة، يا ريت نشترك ونفعل زر الجرس علشان يوصلنا كل جديد. ويا ريت بقى تقولوا لي رأيكم في الكومنتات كمان. زي ما احنا شايفين كده هفضل اكمل لحد ما اغطي جزء كبير من البرطمان بالخيش. واحنا بنغطي البرطمان بالخيش او باي خامة عامة، نشد الحبل او الخيط اللي احنا بنلفه كده زي ما انا زي ما انتوا شايفين ان انا بعمل، علشان ما يبقاش يعني مش مشدود. ولما بيبقى مش مشدود بيفك بسرعة وبيبقى شكله مش منظم يعني. تمام كده. وبعد كده هبدأ احط في الجزء اللي تحت ده حبل بس اتخن شوية، وفي الاخر هقص الجزء بقى اللي انا مش هحتاجه، وهثبت النهاية كده بمسدس الشمع كده. تمام. وهعمل فوق نفس اللي انا عملته برضو في الجزء اللي تحت، برضو بالخيط التخين اللي هو الحبل الخيش التخين ده. هعمل برضو صف واحد كده وهثبته بمسدس الشمع، وبرضو هشيل الزيادة. هنا انا حسيت ان انا عايزة اكمل الجزء اللي باقي من البرطمان بنفس الحبل التخين ده، فقلت بصراحة هكمله كده، وطلع شكله فعلا جميل. هنا انا بساوي بس الجزء اللي انا كنت لازقاه علشان كان فيه جزء كده طالع منه. تمام كده. وهقص الزيادة وهثبت برضو طبعا بمسدس الشمع. نخلي بالنا واحنا بنستخدم مسدس الشمع عشان فعلا يعني بتبقى لسعته مؤذية. وهنا الشريط الجميل ده بيتباع بالمترو عند بتاع الخردوات، ثبته على البق بتاع البرطمان كده، الجزء اللي فوق اللي بيتغطى منه انا ثبت الشريط ده فيه. وطبعا الزيادة برضو هشيلها وهثبت اخر جزء عشان ما يتخلعش مني بسهولة. زي ما احنا شايفين ده بقى شكله النهائي. يا ريت لو عجبكم بقى الفيديو لايك وكومنت كده بقى جميل. ولو ما اشتركناش في القناة يا ريت تنوروني وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اي فكرة جديدة انا هعملها باذن الله. ايه رأيكم؟ مستنية رأيكم في الكومنتات. وده بقى الشكل النهائي بتاعه. يا ريت الفيديو يعجبكم ويا ريت تنفذوها كمان وتوروني كده تنفيذاتكم الجميلة في الكومنتات. ايه رأيكم؟ باي باي. استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. باي.